طبعا يا اخوان في عندنا إشارة أفعى، إشارة أفعى مع إشارة توجيه، إشارة أفعى مع إشارة توجيه. طبعا يا اخوان يوجد هنا الرأس ومن ثم الذيل، الرأس ومن ثم الذيل، ويوجد هنا بصمة، ويوجد هنا إشارة توجيه، ويوجد إشارة توجيه في المنطقة. طبعا يا اخوان الأفعى إذا إجا أمامها إشارة توجيه أو إجا أمام الرأس بصمة، معناته الهدف مباشرة أمام الأفعى، الهدف مباشرة أمام الأفعى. بتمنى تركزوا بالفيديو لنورجيكم كيف انت تحلل إشارة الأفعى، أو وليش هم عملوا إشارة الأفعى، وعلى إيش بتدل إشارة الأفعى. طبعا يا إخوان إشارة الأفعى هاي دلتني على إشي محترم، إشي محترم وإشي مرتب. بتمنى منك يا أخوي إذا عجبك هذا الفيديو إنك لا تنسى اللايك للفيديو، لأنه أنا زلمة بطلع أماكن بعيدة لحتى أصور لك. وبتمنى منك يا أستاذ إنك تعمل لايك، وإذا مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة، ولا تنسى تفعل زر الجرس. آسف على المقاطعة، لكن هذا هو فقط تذكير للمتابعين. طبعا يا إخوان قلنا هون إشارة أفعى، إشارة أفعى مع بصمة مع إشارة توجيه. طبعا يا إخوان شو حصلنا هون؟ حصلنا على رجم. هسه راح أورجيكم الرجم، انتظروا قليلا. يوجد هنا رجم يا إخوان مع إشارة التوجيه، في رجم. شوفوا كيف التصفيطة يا إخوان، يوجد هنا رجم. أيضا يوجد هنا صخرة محطوطة حط، وهاي الصخرة محطوطة حط، الصخور. وهون يا إخوان في إيش؟ تصفيط تحجار، شايفين زي السلسلة هيا، يعني مبينة تصفيط تحجار. يعني هون 100% في إشي في المنطقة هاي. الحي هاي دلتني على رجم، ممكن انها تكون سلحفاة كمان نفس الإشارة بتدل على رجم. يعني عدة إشارات. يعني انت بدك تتجه باتجاه الرأس، ممكن يدلك على مدفن، ممكن يدلك على قص، ممكن يدلك على رجم، ممكن يدلك على بوابة، لكن هون حصلنا على رجم. الرجم مرات بيجي تحتيه قبور، مرات بيجي تحتيه بئر، مرات بيجي. هم كانوا يحطوا الرجم ليش؟ لأنه الرجم لما يتصفى التصفيط وينحط الحجار بكثافة، هو بتذكر انه هون حط الإشارة، او هون مثلا دفن القبر، او هون خبى الدفائن، او هون خبى المقتنيات. يعني يا اخوان ركزوا على الرجم. الرجم تكنيزي 100% دائما بيجي الرجم تكنيزي. شوفوا الرجم يا اخوان تصفيطة، شوفوا احجار مصفطة تصفيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مشاهدين ابو شهم الاعزاء. طبعا عندنا في جرن الهلال، جرن بيجي على شكل هلال، جرن جميل وجرن رائع جدا. هذا هو الجرن، هذا يسمى جرن الهلال. طبعا هذا هدف عثماني يا اخوان، هدف عثماني. طبعا اخواني كيف بدنا نحلل هذا الجرن؟ هذا الجرن دائما بيجي معه جرن جانبي. كانوا الاتراك يحطوا على طرف الصخرة او طرف الصخرة الحاضنة جرن جانبي. طبعا يا اخوان بحثت في الصخرة الحاضنة، عثرت على جرن جانبي جميل ورائع جدا. جرن جانبي مع سيال بوديك على بوابة او مغارة، بوابة مغارة. طبعا يا اخوان هذه هي الاشارة. طبعا انت شو بدك تسوي؟ بدك تدور بالصخرة الحاضنة، بدك تدور بالصخرة الحاضنة، بدك تبحث يمين يسار فوق تحت على جرن جانبي، على جرن جانبي. طبعا انا وين حصلت الجرن الجانبي؟ هيو شايفينه يا اخوان، جرن جانبي مع جرن توجيه، ماشي بوديك وين؟ على جرنين جيات متتاليات، شايفينهم يا اخوان. هذا الجرن مع جرن توجيه
على جرنين جانبيات، جرنين جانبيات. وبالاخير هناك بلاقيك زي السيال، الهدف بيكون تحته مباشرة، هيك جاي الهدف. شايفين يا اخوان؟ جرن الهلال هناك بوديك على الجرن، على الجرن هذا الكبير، ومن ثم بوديك على جرن توجيه، وبعدين على جرنين ايضا توجيه، بالاخير بلاقيك هنا سيال. بالاخير بتلاقي هون سيال. السيال نهايته ماشي زي هي تشكيله سيال، بعدين بنزلك على بوابه، بعدين بنزلك على بوابه. مثل ما قلنا لكم يا اخوان، هذا هو جرن الهلال، جرن هلال. هذا جرن عثماني يا اخوان اللي هو تركي، بيوجهنا على هذاك الجرن الجانبي، جرن جانبي معه جرن توجيه، جرنان توجيه، بنزلك على سيال، على المدخل مباشرة، على المدخل مباشرة. المدخل أسفل في المكان هذا بيكون، من هون بيكون المدخل. بتمنى من الجميع أخواني، اليوم شرحنا كمان شرح أسطوري عن جرن الصينية. هذا الجرن طبعا يا اخوان، الجرن هذا معه سيال، معه سيال بوجه، تمام. ممكن الهدف بيكون هون، او ممكن الهدف بيكون امامه مباشرة. يعني ممكن اذا اشتكيت مثلا، اذا شكيت بالامر هنا في التربة ولم تجد شيئا، ممكن الهدف امامه مباشرة. طبعا يا اخوان هذا الجرن كبير، بيجي معه عدة جرون متتابعة، ممكن يجي معه مثلث، ممكن يجي معه جرن صغير، ممكن يجي معه سيال، ممكن يجي معه جرن مستطيل. بدلك على اي شيء، ممكن بدل على بير. اذا اجى معه مثلا جرن صغير، يعني هون جرن كبير وبجنبه جرن صغير، ممكن يدلك على بئر. يعني دلالاته كثيرة. الجرن هذا بالذات يا اخواني الكبير اللي هو جرن الصينية له دلالات كثير. بتمنى انك تركز معي كيف تحلل مثلا اذا انت عثرت على هذا الجرن، كيف انت بتحلل هذا الجرن. اخواني الجرن هذا جميل جدا. يوجد لدينا جرن صينية مع سيال بيوجه لهذاك المكان. طبعا انا بحثت في المكان وبحثت في الصخرة الحاضنة يا اخواني، بحثت في المكان وبحثت في الصخرة الحاضنة. اخوان هذا الجرن على شو دلني؟ يدل على بوابة مغارة. شايفين يا اخوان؟ هذا هو تشكيلة المغارة، هاي هي تشكيلة المغارة، وهاي هي المدخل من هون. هاي في صخرة، شايفين محطوطة حتى الصخرة، هاي مسكرينها تسكير فيها.